السنن الكبرى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده طائر فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طائر، حمامة، دجاجة، الله أعلم. ماذا دعا؟ انتبه. اللهم ائتني بأحب، اللهم ماذا؟ ائتني بأحب خلقك إليك. اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. تمام. إذن هو دعاؤه يأتيه الله بأحب خلق الله إليه. جميل. فجاء أبو بكر فرده. من الذي جاء؟ أبو بكر. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا الله أن يأتيه بأحب خلقه إليه أتاه بمن؟ بأبي بكر. طيب النبي رده. طيب رده. لكن الله لما استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه بأحب خلقه إليه أتاه بمن؟ أتاه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني معقول الإنسان يخف ذكاؤه إن كان ينسب له الذكاء، يخف إلى درجة أنه يحتج بحديث ضده. وجاء عمر فرده. بعد أبي بكر جاء عمر. إذا من هو أحب خلق الله إليه بعد رسول الله؟ طبعا من الموجودين، لأن انتبه أيضا جعلوها أحب الخلق جميعا، وهذا أكيد لا يفهم، لأن ما راح الله سبحانه وتعالى يأتيه بحوت أو يأتيه بملك من الملائكة، إنما الخلق الذين يأكلون. ما راح يأتيه بنبي من الأنبياء الذين هم يعني غادروا الحياة ماتوا. الخلق هنا من البشر الذين كانوا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم سيأتون ويأكلون البشر في ذلك الزمان، فلا يفضلون على الأنبياء. جاءه بأبي بكر ثم جاءه بعمر. خلاص هو قال ائتني، أتاه بمن؟ بأبي بكر. ثم أتاه بمن؟ أتاه بعمر. ثم بعد ذلك أتاه بعلي رضي الله عنهم أجمعين. وجاء علي فأذن له. إذن جواب الدعاء ائتني أتاه أبو بكر. الذي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ما يرد، هذا ما له علاقة بالموضوع. أحب الخلق جاء أتاه به. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يأتي بعثمان بعد عمر وأتى بعلي؟ إذا نفهم بنفس هذا الذكاء أن علي أحب إلى الله من عثمان، وأنتم عندكم عثمان أفضل من علي، فكيف تفضلون عثمان على علي وعلي أحب الخلق عند الله من عثمان؟ ربما ستقول جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير في الجزء التاسع صفحة 580 عن أنس بن مالك أن رسول الله كان عنده طائر فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء أبو بكر فرده، ثم جاء عمر فرده، ثم جاء عثمان فرده، ثم جاء علي فأذن له. فنعم عثمان بن عفان رضي الله عنه مذكور في رواية أخرى، ولا نلجأ إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. يعني أنا رواية ذكرت أبا بكر الصديق أو رواية لم تذكر أبا بكر الصديق، هذا ليس فيه تعارض على الإطلاق. يعني أنا مثلا إذا قلت جاء أحمد، هذا لا ينفي أنه جاء خالد وعمر وأبو بكر وفلان وعلان، هذا لا ينفي. هذا عند العقلاء لا ينفي. لو قلت لك مثلا في إيدي مفتاح، هل هذا ينفي أنه في إيدي مثلا هاتف؟ لا ينفي على الإطلاق. وبعدين هذه المسألة واضحة في روايات أخرى، إذ أن علي بن أبي طالب بنفسه لما سأله ابنه محمد بن الحنفية، يعني لما سأله من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر. قال ابنه ثم من؟ قال عمر. قال فخشيت أن يقول عثمان فقلت أنت يا أبتي؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وأيضا علي بن أبي طالب بنفسه يقول أن أبا بكر الصديق هو أفضل الناس بعد رسول الله في رواية أخرى، وأنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة نحن منتهين منها، بل أن آيات القرآن تدل على ذلك. الله عز وجل يقول وسيجنبها الأتقى، أي النار الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الله عز وجل يخبرنا أن هذه النار سوف يجنبها الأتقى. أتقى إنسان موجود، هذا الإنسان التقي الورع الذي سوف يجنب هذه النار من الذين نزل فيهم القرآن ساعتها هو أبو بكر الصديق باتفاق أهل السنة والجماعة. فمسألة أنه أبو بكر الصديق عند أهل السنة أفضل من علي بن أبي طالب أو أنه أحب إلى رسول الله من علي بن أبي طالب، هذه المسألة نحن منتهين منها، وهذا لا يبخس حق علي بن أبي طالب، إذ أنا علي بن أبي طالب رابع أفضل الصحابة. في مسألة في غاية الأهمية ينبغي أن نركز عليها، مسألة الحب الجبلي. كما تعلمون فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب عقيدة أهل السنة فإنه كان يحب عمه أبا طالب، بالرغم من أن أبا طالب كان كافرا في عقيدتنا. طبعا عند الشيعة سيقول لك كان مسلم وغير ذلك، نحن الآن لا نتكلم عن عقيدة الشيعة، نحن نتكلم عن رواية موجودة في كتب أهل السنة، فالرد يكون من خلال مباني وأسس أهل السنة. فرسول الله قد يحب شخصا حبا فطريا، هذا لا علاقة له لا بإيمان ولا بكفر. رسول الله بحسب دين واعتقاد أهل السنة أمه وأبوه كانا كافرين، مع ذلك كان لما يزور قبر أمه كان يبكي عليها، يعني أنه كان يحبها حبا شديدا. هذه المسألة طبيعية جدا. فرسول الله لما دعا الله عز وجل أن يأتي بأحب الخلق إليه جاءه بأبي بكر، ثم جاءه بعمر، ثم جاءه بعثمان، بعد ذلك جاءه بعلي. ممكن نفترض من خلال هذه الرواية، مع أنها معارضة لروايات صحيحة، مع أننا نناقش من باب الجدل فقط لا من باب التسليم، ممكن أن نقول في هذه الحالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فضل عليا بسبب الحب الجبلي، لكن جواب الشرط اللي هو أن يأتي أحب الخلق إلى الله عز وجل فقد جاء أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، مما يدل على أن هؤلاء مسبقين في موضوع محبة الله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل يحب إنسانا فلا تحتاج بعد ذلك إلى أي شيء بكل صراحة. دقيقة، دعونا نستعمل العقل الكافر ولو دقيقة. من هو خليفة السقيفة الأول؟ أبو بكر، ثم من؟ عمر، ثم من؟ عثمان، ثم بعد عثمان الصحابي علي. دقيقة، أليس هذا الترتيب ترتيب سلم الخلافة هو نفسه ترتيب أحب الخلق إلى الله؟ ما هذا العجب؟ يعني حين دعا رسول الله أن يأتيه الله بأحب الخلق إليه كان من الضروري ولا بد أن يأتي أبو بكر أولا، ثم لا بد أن يكون الثاني هو عمر، ثم لا بد أن يكون بعد عمر كما في سلم الخلافة عثمان ثم علي. هذا العجب، هذا الذكاء، واحد تلو الآخر على حسب سلم الخلافة. يعني حتى حين يدعو رسول الله يأتون بالترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يخف ذكاءك أنك لم تنتبه إلى هذه الأحاديث الباطلة التي تشم منها رائحة سياسة السقيفة بهذا الترتيب المضحك. وليست هذه أول مرة يدخلون على رسول الله بترتيب سلم الخلافة، هنا أيضا في نفس هذا الحديث حدث نفس الشيء. طبعا هو عرض روايات صحيحة لا مشكلة في صحتها، وأنا أقول بصحتها، فلن أرد يعني على الكلام الذي قاله. يعني هل سأرد على الروايات الصحيحة التي ساقها وأقعد أفند فيها؟ لا، هي روايات صحيحة، تقريبا 4 روايات عرض فيها أنه أبو بكر الصديق يأتي ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. لكن السؤال، هل ربنا عاجز أنه يأتي بهم بهذا الترتيب؟ أليس الله هو مسبب الأسباب؟ أليس الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بهذه البساطة؟ يعني الله عز وجل كأنه كان يعطينا تلميحات. إيش المشكلة يعني؟ الله عز وجل سبب الأسباب من أجل أن يأتي أبو بكر الصديق أولا ثم عثمان أو ثم عمر وعثمان وعلي. شو المشكلة يعني؟ أنت تكلمنا بحسب مبانينا. الله عز وجل سبب الأسباب من أجل أن تعرف كل هذه المسائل. أنت هنا تعترض على الله عز وجل، هذه هي معناتها. يعني أنت هنا في هذه الحالة تعترض على الله عز وجل، فالله عز وجل أراد أن يأتي بهؤلاء وأنت مالك. وسبحان الله يعني هم عايشين في مدينة واحدة، يعني هذا الأمر ممكن جدا ومحتمل جدا ولا إشكال فيه أصلا. يعني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان كانوا دائما يعني موجودين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإيش المشكلة إذا جاءوا بالترتيب بذلك الشكل؟ عن أبي موسى الأشعري قال: بينما رسول الله في حائط من حائط المدينة وهو متجه يركز بعود معه بين الماء والطين، إذ استفتح رجل فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر، فتحت له وبشرته بالجنة. قال: ثم افتتح رجل آخر فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال: فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بل وتكون. ومن جديد دائما وأبدا أول شخص هو أبو بكر رقم 1. من هو الثاني بعد أبي بكر؟ هو عمر نمبر 2، ثم عثمان. قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان. قال: ففتحت وبشرته بالجنة. أكتفي بهذه الأحاديث وإلا فهناك الكثير. لو أن أي إنسان ليس لديه انحياز تأكيدي شاهد الكلام الذي طرحه ذو الفقار المغربي سيعلم أنه بحسب كتب أهل السنة والجماعة وبحسب اعتقاد أهل السنة والجماعة وبحسب ما جاء في كتب أهل السنة والجماعة فإن أبو بكر الصديق أفضل من علي بن أبي طالب وأسبق من علي بن أبي طالب للخير. هذه مسألة معروفة. فأنت تركت كل هذا واتجهت إلى هذه الرواية اللي هي رواية الطير، واللي هي بالأصل يعني لو تتبعناها بمجموع طرقها فإنها لا تفيد بأن علي بن أبي طالب هو خير الناس بعد رسول الله، بل أن أبا بكر الصديق هو خير الناس بعد رسول الله. فأنتم من خلال الروايات المتعددة لرواية الطير اتجهتم إلى الرواية التي تقول أن علي بن أبي طالب هو أول من دخل، مع أن هذا بالمناسبة لا ينفي أن هنالك من دخل قبله. فأتيتم إلى هذه الرواية وجعلتموها حجة في الدين وجعلتموها أنها الدليل القاطع على أنه علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديق، مع أن الروايات الصحيحة تدل على أنه أبو بكر الصديق أفضل من علي بن أبي طالب. فحتى لو سلمنا جدلا بأن هذه الرواية تصل إلى مرتبة الحسن فسنقول أن هذه الرواية تتعارض مع الصحيح وبالتالي فلا قيمة لها. يعني إذا تعارض الصحيح مع ما هو أصح منه فيرجح الأصح، فما بالكم إذا كانت الرواية أصلا لا ترتقي حتى لمرتبة الصحيح. ألا تلاحظ يا شيخ أنه تم إقحام أبو بكر وعمر وعثمان في حديث الطائر المشوي؟ لأن أغلب الأحاديث تقول أن الذي أتى هو فقط شخص واحد وهو أمير المؤمنين عليه السلام. شاهد معي البداية والنهاية لابن كثير في الجزء السابع. عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طائر فوضع بين يديه فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي. قال: فجاء علي فدق الباب فقلت: من ذا؟ فقال: أنا علي. فقلت: إن رسول الله على حاجة حتى فعل ذلك 3. فجاء الرابع فضرب الباب برجله فدخل فقال النبي: ما حبسك؟ فقال: قد جئت 3 مرات فحبسني أنس. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما حملك على ذلك يا أنس؟ قال: قلت: كنت أحب أن يكون رجلا من قوم. المعجم الكبير للطبراني في الجزء السابع صفحة 95. عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بطير فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. فجاء علي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وآله: اللهم والي. يقول:
قال في المجمع رواه البزار والطبراني باختصار ورجال الطبراني رجال صحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة لا يوجد لا أبو بكر لا عمر لا عثمان، وهكذا في عشرات الأحاديث، وهذا الحديث متواتر روي من أكثر من 30 طريق، ولست أنا من يقول هذا الكلام. إليكم المصدر المنح المكية لابن حجر الهيثمي صفحة 587 يقول: تنبيه، ورد في مناقب علي رضي الله عنه حديث كثر كلام الحفاظ فيه، فأردت أن ألخص المعتمد فيه، ولفظه عن أنس: كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم طير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل، رواه الترمذي. والمعتمد عند محققي الحفاظ أنه ليس بموضوع، بل له طرق كثيرة. قال الحاكم في المستدرك: رواه عن أنس أكثر من 30 نفسا، وحينئذ فليتقوى كل من تلك الطرق بمثله، ويصير سنده حسنا لغيره. والمحققون أيضا على أن الحسن لغيره يحتج به كالحسن لذاته، إلى أن يقول: فالحق ما سبق أن كثرة طرقه صيرته حسنا يحتج به، ولكثرتها جدا خرج الحافظ أبو بكر بن مردوي فيها جزءا. أقل شيء يقال عن هذا الحديث أنه حديث حسن لغيره، والحديث الحسن لغيره يحتج به، وأنا هنا لست بصدد تصحيح أو تضعيف هذا الحديث. وأيضا عندكم أبو داود الإيراني الفارسي الذي قال سير أعلام النبلاء للذهبي في الجزء 13 صفحة 131 قال أبو أحمد بن عدي: سمعت علي بن عبد الله الباهلي يقول: سألت ابن أبي داود عن حديث الطير، فقال: إن صح حديث الطير فنبوة النبي صلى الله عليه وآله باطل، لأنه حكى عن حاجب النبي خيانة، يعني أنس بن مالك، وحاجب النبي لا يكون خائنا. الله أكبر. يقول: لو صح حديث الطير لبطلت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لأن أنس خائن، كان يكذب على أمير المؤمنين ويرده من على الباب ويقول له أن رسول الله مشغول حتى لا يدخل ويأكل مع النبي، لأنه علم أن هذه فيها فضيلة ما بعدها فضيلة، ويثبت أن أمير المؤمنين هو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأكيد الحديث صحيح حسن لغيره على الأقل، وسيكون أبو داود الإيراني الفارسي أبطل نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فيا لها من مصيبة. هذا الحديث حديث الطائر المشوي أرهق أتباع السقيفة، حاولوا تضعيفه بشتى الطرق. يعني لو قلت لك: هل ابن سلول فكر يوما في أن يقتحم بيت رسول الله؟ هذه الرواية تخبرنا أن علي بن أبي طالب وحاشا فعل فعل حتى كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ما فعله، وهو أنه اقتحم البيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. لكنك اتجهت إلى الرواية اللي فيها إساءة لعلي بن أبي طالب، ولكنك لم تهتم لأن فيها إساءة أيضا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. شوف، يعني واحد مؤلف رواية، يعني اختلاق كذب، يأتي ويقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك أبو بكر الصديق أو عمر أو عثمان يأكلون معه. يعني غاب عنك الذكاء إلى هذه الدرجة. يعني أنا مختلق رواية أريد أن أنصب بها أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، أعمل إيه؟ أطرد علي بن أبي طالب بقى، أنا أخليه أصلا طرد علي بن أبي طالب، أو أخلي علي بن أبي طالب أصلا لم يأتي، أو أخليه أتى وهو الرابع وأكل معهم، يعني أكل أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب بكل بساطة. لكن أنت تقول هذه رواية مختلقة. يعني واحد مختلق رواية ويأتي ويضع في هذه الرواية جملة مشكلة، فبالتالي هذه الجملة المشكلة يستند عليها الشيعة بعد ذلك ويقولون أهو طرد أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، وهذا دليل على أنهم ليسوا أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معقول يا رجل الذكاء انعدم عندك إلى هذه الدرجة؟ أبو داود السجستاني أعلم من الهيثمي بكثير، أعلم من، مع احترامي طبعا لابن حجر الهيثمي، مع خلافي معه طبعا، يعني وعقيدته غير عقيدة أهل السنة. المهم ابن حجر الهيثمي له علم في الحديث، لكن أبو داود السجستاني أعلم منه بمراحل عديدة. يعني أبو داود السجستاني اللي هو أعلم من الهيثمي قال إنه هذه الرواية مكذوبة. أما ابن حجر الهيثمي رحمه الله فلما حكم على هذه الرواية بالصحة وقال أن لها أكثر من 30 طريقا، فهو يتكلم عن الروايات التي فيها أبو بكر وعمر وعثمان، فهي صحيحة بمجموع هذه الطرق، وليس عن طريق هذا الطريق الذي يقول أنه علي بن أبي طالب اقتحم الدار ودخل على رسول الله بطريقة مهينة لا يفعلها الإنسان الفاجر، وحاشاه طبعا، أنا أبرئه من هذا الكلام. ليس هذه الرواية، وأنا أتحدث أن تأتي بهذه 30 طريقا التي تذكر علي بن أبي طالب فقط وحصرا، وبعدين أنت تقول متواترة. لو التواتر جاء عن طريق الكذابين ستقبل؟ طيب عندك روايات تحريف القرآن في كتبك متواترة كما يقول المجلسي، ستقبل روايات تحريف القرآن؟ لو كان هذا الحديث يا شيخ محمد فيه فضيلة لأبي بكر وعمر لرأيتهم يكتبون هذا الحديث بماء الذهب، ولكن إذا رأيت أتباع السقيفة يضعفون هذا الحديث ويستميتون في تضعيفه، فاعلم أن هذا الحديث يدم أبي بكر وعمر ويرفع من مقام أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام. لا فعلا كلامك صحيح، بدليل أن العلماء الكبار المعروفين في علم الحديث ضعفوا رواية لو كان من نبي بعد لكان عمر، وضعفوا الكثير من الروايات التي تمدح أبو بكر الصديق، وصححوا الرواية التي يستشهد بها الشيعة ليل نهار، وهي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب.